تعالوا نتخيل كده إن الزعيم عادل إمام رجع للشاشة من جديد. من غير كلام الدنيا كلها هتتقلب. بس السؤال اللي بيشغل بال الجمهور كله دلوقتي، هل فعلا ممكن نشوف الزعيم على الشاشة من جديد؟ الحقيقة أن الخبر اللي فجره المخرج رامي إمام ابن الزعيم عادل إمام خلال الساعات اللي فاتت ممكن يبقى مفتاح الأمل لجمهوره اللي مستني أي خبر عنه بفارغ الصبر. طب إيه اللي حصل؟ تعالوا نعرف الحكاية بالتفصيل. رامي إمام المخرج المعروف ونجل الزعيم عادل إمام طلع بتصريح شغل الدنيا كلها عن والده، وقال إن فكرة رجوع الزعيم للتمثيل واردة جدا، لكن بشرط مهم، وهو إن يكون في دور جديد ومختلف عن كل الأدوار اللي قدمها خلال رحلته الفنية الطويلة. وده لأنه حسب كلام رامي عادل إمام تقريباً جسد كل الشخصيات والأنماط اللي ممكن تتخيلها، وعلشان كده مفيش سبب قوي يخليه يرجع حالياً. رامي أكد خلال تصريحات تلفزيونية إن عادل إمام ما اعتزلش الفن زي ما بيتقال، لكنه ببساطة مستني القصة اللي تثير شغفه وتخليه يرجع من جديد للشاشة. وقال كمان إن والده مستعد للرجوع فوراً لو لقى سيناريو يستاهل، وإن غيابه ملوش أي علاقة بتقدمه في السن أو تعرضه لمشاكل صحية، عكس كل الإشاعات اللي بتطلع كل شوية عن حالته. ولما اتكلم عن الإشاعات قال رامي إنهم كعيلة عادل إمام اتعودوا عليها جداً وبقوا عندهم مناعة ضدها، يعني مفيش مرة حد شاف الزعيم في مطعم إلا وقال إنه اشترى المطعم، ولا مرة اتنقل لبيت جديد إلا وقال إنه مالك العمارة كلها. وفي السياق تاني مكتبة مصر العامة استضافت ندوة خاصة بمناسبة مرور 60 سنة على المشوار الفني لعادل إمام. الندوة دي كانت من ضمن فعاليات مهرجان الإبداع العربي، وكان ضيفها الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، واللي عنده علاقة فنية وإنسانية قوية جدا بالزعيم. تامر استعرض مشوار عادل إمام الفني وأهم المحطات اللي خلت اسمه يتكتب بحروف من ذهب في تاريخ السينما والمسرح. كلنا بلا استثناء بنحب الزعيم عادل إمام لأنه مش مجرد ممثل، ده مدرسة كوميدية وإنسانية قدمت حاجات مستحيل الزمن يمحيها. الجمهور كله دلوقتي على نار أحر من الجمر، منتظر دور جديد للزعيم عادل إمام، ودور السيناريست والمخرجين هنا هو إنهم يقدموا حاجة تستاهل ترجع واحد من أعظم نجوم الشاشة في مصر والعالم العربي. والسؤال هنا، هل في أدوار أو قصة في بالك ممكن تكون مناسبة لرجوع الزعيم من وجهة نظركم؟ شاركونا الرأي في التعليقات.